تسريبات فاكهة الدارك، وانا عارف ان هي هتفرحك عشان هي الفاكهة الوحيدة اللي معايا ومعاك. ماشي. ونزل كمان تسريبات لفاكهة الكويك، وهقول لكم ايه اللي هيحصل فيها كمان شوية. ونزل كمان لجيتار بروك. انت فاكر ان احنا كده خلصنا؟ لا يا حبيبي، ده لسه في فواكه كتير تانية. ماشي. واقول لكم واحدة منهم اللي هي فاكهة الفينوم اللي انتم مستنيينها بفارغ الصبر، ان شاء الله تنزل يا رب التحديث اللي جاي. فقبل ما نبدأ، يعني لايك واشتراك، انا مدلعكوا في التسريبات، ما عندكش حجة يعني. ماشي. ندخل في الفيديو. ماشي. دلوقتي هيجي لي واحد براس مربعه ويقول لي انت بتجيب التسريبات دي منين يا عم، وما مش هتصدقك. هقول لك بجيبها ازاي. الو. الو يا رب اندرا، معكش كام فاكهه كده تسريب انزلهم من المتابعين؟ هي دي الطريقه يا اسطى. ماشي. بهزر يعني. ماشي. عندنا دلوقتي جيتار بروك يا جدعان، اول تسريب حرفيا الجيتار السكيله ديت اكيد سكيله الاكس زي ما انتوا عارفينها، وانا حاسس ان هي هتبقى قويه جدا يا جدعان. والفاكهه حرفيا او فاكهه مين الجيتار هيبقى قوي جدا يا جدعان. ولازم تجيبوه دلوقتي عشان ممكن مهمته تصعب، او ممكن ده يكون ريورك ليه. فانا معرفش يا جدعان بصراحة، ولكن في ناس كتيرة مش عايزاه يتعدل علشان الجيتار زي ما انتوا عارفين قوي لوحده، وليه كومبات كتير، والكومبات دي ممكن تبوظ لو الجيتار اتعدل. فانا معرفش بصراحة، انا ما بحبش استخدمه في الفايتات دلوقتي علشان بحسه ممل وبطيء، فيا رب يعدلوه. وعندنا دلوقتي فاكهة الكويك. هتقولي يا اسطى فاكهة الكويك مين وايش دخل؟ هقولك علشان هينزل لها ريورك 100%، علشان فاكهة الدارك هتنزل. تقول لي فاكهة الدارك مالها؟ اقول لك في الانمي فاكهة الدارك مرتبط فاكهة الكويك. هتقول لي يا عم طب يعني واحد نفس واحد ابو راس مربع ده يقول لي طب ما فاكهة الدارك ملهاش ده، يعني مش شرط، يعني هو مش بيتابع الانمي يعني وكده. اقول لك الادمن اهو قايل ان فاكهة الكويك هتنزل علشان فاكهة الدارك برضه نازلة، وهما الاتنين اللي واكلهم في فاكهة في انمي ون بيس هو واحد بس نفس المستعمل، فعشان كده وممكن يكون الفواكهتين دول بيندمجوا يا جدعان. ودي نظرية مني يعني، مش حقيقة، مش شرط تكون حقيقة يعني، ولكن اعتقد ان ممكن يكونوا بيندمجوا مع بعض. ودلوقتي عندنا فاكهة الدارك تسريبات جديدة ليها وسكيلات جامدة جدا يا جدعان. هتقول لي سكيلات ايه يا عم برضه انت كمان؟ بص، خلينا نفصصهم واحدة واحدة. نبدأ مع أول سكيل يا جدعان، وهو السكيل اللي أنا أعتقد إن هو فاكهة مهارة السي. تقولي ليه مش الفي؟ هقولك دلوقتي، ولكن استنى. المهارة دي يا جدعان حرفيا هي زي هولو كده، واعتقد ان هي هتبقى قوية جدا. هتقولي اهي هي دي بقى فكة مهارة الفي. هتقولي ايه مهارة الفي دي يا كيو؟ هقولك المهارة دي يا اسطى حرفيا عاملة زي هتبقى شبه الانمي اكيد. فالمهارة دي زي ما بقولك دلوقتي هي بتخليك ما تقدرش تستخدم الفاكهة، وبتثبتك، وبتعمل ضلمة. فبتعمل 3 حاجات: تخليك ما تقدرش تتحرك، وما تقدرش تشوف، وما تقدرش تستعمل الفاكهة يعني، ولا تدافع عن نفسك بالفاكهة. فالفاكهة دي كده يا جدعان هيبقى ملهاش تقريبا ند في البي في بي. اعتقد ان هي هتبقى قويه في البي في بي، ولكن وحشه في الفارمنج وكده زي فاكهه الدايموند مثلا. ودي اعتقد ان هي نفس المهاره الاولى، ولكن بعد ما اتضربت اول ما لمست الارض. فحرفيا السكيلة دي شكلها جامده جدا يا جدعان، فدول تقريبا اقوى سكيلتين فيها. والفاكهه عموما ما اعتقدش ان هي تبقى غاليه قوي ولا رخيصه قوي، عشان لو بقت غاليه قوي الناس كلها هتبقى اغنياء في اللعبه، والميزانيه بتاعت اللعبه هتبوظ. عندنا ديت يا جدعان، انا عندي نظريه على الصوره ديت ان هي هتبقى صوره الابديت، وهو تحت ابديت الظلام. هتقول لي ايه ابديت الظلام دوت يا كيو؟ هقول لك يا اسطى، مش واخد بالك من حاجه؟ دلوقتي التحديثات، الحاجات اللي هتنزل لحد دلوقتي اللي احنا شفناها هي جيتار بروك وفاكهة الدارك، والحاجات ديت مش بتفكرك كده بالضلمة والهالوين وكده؟ تقول لي يا عم مش دخل يا عم، دول فاكهتين فاكهة وبتاع. هقول لك طب ما تشوف الصورة دي كده. مش عارف الصورة مش عايزة تنزل ليه يا اندرا؟ فين الصور يا اسطى؟ ما بعتهاش ليه؟ ما علينا. هو تقريبا عنده النت ضعيف دلوقتي، فاقول لكم كده كام حاجه. عامه يا جدعان، تحديث الدارك دوت هقول لكم ليه دلوقتي هو حرفيا هيبقى تحديث عن الدارك، لان مش هي الفاكهه الوحيده اللي هتنزل عن الدارك. تقول لي يا عم يعني ايه هينزلوا الفينوم؟ اقول لك لا يا اسطى، استبر كده عشان الفيديو لسه في حاجات جامده كتير. ماشي. اهم حاجه تكون حاطط لايك واشتراك. يلا نكمل يا جدعان. ماشي. دلوقتي عندنا الصوره ديت. هتقول لي يا عم هو فاكهه الفينوم زي ما قلنا. ايه يعني الجديد؟ انت عارف طبعا فاكهة الفينوم جامدة جدا جدا جدا، ولكن مش هي الفاكهة الوحيدة اللي هتنزل في التحديث دوت، وما قلتلكش في العنوان او في المقدمة يعني، علشان اسيبها لك مفاجأة. في فواكه تانية يا جدعان هتنزل، وهقول لكم دلوقتي ليه. ماشي. دلوقتي عندنا يا جدعان فاكهة تانية غير الفينوم، ودلوقتي تقريبا انا اول واحد يتكلم عن الفاكهة ديت، وهي فاكهة
الشادو زي ما انت شايف كده، الفاكهة اللي بيستعملها ريد كينج او ريد هيد ايا كان اسمه، او ماي جيم 43، معرفش ايه عنده 3 اسامي بس ما علينا. بيستخدم فاكهة الشادو. ماشي، هتقولي يا عم برضه دول فاكهتين وجيتار بروك، والجيتار بروك ملوش دعوة بالضم، انت بتقول ايه يا ابني؟ انت بتهبد وخلاص. اقول لك يا اسطى، مش في كده حاجة مسربينها الادمنز وعمالين ينزلوا في صور ليها ويقولك فاكهة السيليستيال وفاكهة الاوني. فاكهة السيس هتقول لي يا عم ما منزلها من 3 تحديثات ولسه منزلتش لحد دلوقتي، تنزل دلوقتي يعني؟ هقولك اه هتنزل دلوقتي. هتقولي ازاي يعني؟ هقولك يعني لو تاخد بالك كده في صورة او في حاجة نزلت في اللعبة ومش ناس كتيرة خدت بالها منها، ده غير ان هي كانت مع الادمنز يعني الفاكهة. ما علينا. ماشي، شايفين كده عند البرمات؟ صح، انا مش جايبك تشمت عليا عشان معيش برمات يعني وكده، ولكن لو حد عايز يتبرع لي ببرم يعني انا مش هقوله لا يعني. ماشي، فعامة نركز كده معايا في الصورة، 44 برم. هتقول لي يا عم ايه يعني 44 برم؟ الفاكهة فيها اللعبة فيها فواكه كتير يعني. اقول لك لا، الفواكه لو جيت عديتهم هيطلعوا 41 برم بس. تقولي طب ما في 3، ما انت قلت لي هينزل شادو وفينوم وكويك. اقول لك لا، اصل دول هيتعمل لهم ريورك، يعني هم موجودين في اللعبة اصلا، يعني ينزل 3 فواكه جديدة غير اللي هيتعمل لهم ريورك. تقول لي ايه هما يعني؟ هقول لك فاكهة الاوني والسيسيا. تقولي يعني دول 2 بس؟ هقول لك الفاكهة التالتة لسه لحد دلوقتي احنا ما نعرفش ايه هي، ولكن اكتب لي توقعاتك تحت في الكومنتات. انا اعتقد ان هي هيبقى فاكهة ليها علاقة بالضلمة، وممكن تبقى فاكهة المغناطيس بتاعت كيد. ماشي، فتوقعوا انتوا يعني في الكومنتات يا جدعان، ويكتبوا لي ايه الفاكهة اللي ممكن تنزل مع الاوني والسيليستيال كفاكهة تالتة جديدة. فانا معرفش بصراحة، واعتقد ان التحديث دوت هيبقى كبير جدا وهيبقى ضخم جدا يا رب ان شاء الله. وبس كده، اتمنى تكونوا حطيتوا لايك واشتراك ويوصلوني 6000 مشترك، والسلام. كان معاكم كيو 11.